السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة رمضان كريم ونص من شعبان كمان. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بقى فيديو حلو جدا، هقولك ازاي تخزني القطايف لشهر رمضان الكريم. تمام، هقولك على عجينة حلوة جدا انا عملتها السنة اللي فاتت معاكم بالسميد. السنة دي ان شاء الله هعملها لكم بمكونات اقتصادية بدون سميد. تمام، هتطلع جميلة جدا جدا جدا، وهتقولوا لي احسن طريقة ايه. انا اللي عجبتني بصراحة بتاعت المرة دي مكونات سهلة وبسيطة. اول حاجة هنجيب بولة كده، هنحط فيها 3 كوبايات من الدقيق. 3 كوبايات من الدقيق. تمام، عايزة تعملي نص الكمية براحتك. حطيت برضو باكت من الفانيليا كده بيديها طعم حلو قوي. وحطيت معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة. تمام، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام كده لغايه هنا كويس قوي. يبقى 3 كوبايات من الدقيق، فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره سكر، و3 معالق كبار لبن بودره. ده اختياري، ممكن تستغني عن اللبن البودره مفيش اي مشكله. وربع معلقه صغيره من الملح. وقلبت المكونات الجافه دي كلها. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. تمام، هنا بقى بضيف الميه على حسب نوع يعني ما اقدرش اقول لك مثلا كوبايتين ميه، ما اقدرش اقول لك 3 كوبايات ميه. على حسب نوع الدقيق، في دقيق بياخد الميه. تمام، وفي دقيق لا، يعني على حسب نوع الدقيق. بتعجني بميه دافيه عشان خاطر تخمر معاكي بسرعه. طبعا الجو برد، فعشان خاطر ما تقعدش كتير خالص تخمر معاكي، لا ضيفي ميه دافيه. متكونش سخنه قوي برضه عشان ما تبوظش معاكي العجينه، تكون دافيه كده. وضيفي شويه شويه لغايه لما توصلي للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. بضرب كويس قوي بالمضرب اليدوي. ممكن تحطي المكونات دي كلها في الخلاط، بس انا عملت بالمضرب اليدوي. وبعد كده هجيب الهاند بلندر بتاعي وهضربه برضو كويس قوي عشان الخليط بتاعي ينعم. سواء عملتيه بالخلاط او سواء عملتيه بالمضرب اليدوي، لازم تصفي العجينه بعد ما بتخلصي. تمام، هنا بقى بضرب بالهاند بلندر كويس جدا. شايفين؟ سهله خالص وبسيطه. بس كده تمام. هجيب بقى المصفى بتاعتي ولازم اصفي العجينه زي ما قلت لكم، عشان هوريكم دلوقتي المصفى هتطلع زي ترسبات كده من الدقيق، لان انا ضربتها بالهاند بلندر. اول العجينه ازاي ناجحه معاكي، بتجيبيها على ظهر الكبشه بتاعتك وتعملي بصبعك كده. لو خطين رجعوا لبعض كده العجينه سايله. تمام، لو الخطين كده بعاد عن بعض والمكان ده نضيف كده العجينه معاكي ناجحه. اهو بصفي الخليط بتاعي. هو ناعم وكل حاجة، بس برضو بيطلع منه ترسبات، مش بتبقى احسن حاجة وانتي بتسوي معاكي القطايف. تمام، هصفيت كده الكمية كلها نفس الطريقة. هوريكم بقى. شايفين؟ في ترسبات صغيرة كده، هي مش كتير بس في ترسبات في المصفى. شايفين القوام بتاعي حلو ازاي؟ اهو ظهر المعلقة برضو. شايفين الخطين ما رجعوش لبعض تاني. كده العجينة بتاعتك حلوة جدا. هنغطيها بقى بأي فوطة عندك وتسيبيها. لو في الصيف بتسيبيها ربع ساعة، لو في الشتاء زي ما احنا كده والساقعة بتسيبيها من نص ساعة لساعة الا ربع. تمام، ما تسيبهاش تخمر قوي. على ما العجينة بتاعتي تخمر. تمام، هعمل الحشوة بتاعتي. طبعا ممكن تحشيها مكسرات، ممكن تحشيها اي حاجة، حتى ممكن تحشيها جبن، تعمليها حادق، يعني تحشيها اي حاجة ممكن تتحشي. انا بقى زي ما قلت لكم السنة اللي فاتت انا بحب احشيها البلح اللي هو التمر الطري. بعمله بجيبه كده، او العجوة عموما بجيبها وبحط زيت او سمنه في الطاسه. حطيت زيت، ما حطيتش سمنه. ونزلت بالبلح بتاعي بعد ما غسلته. التمر هو بيبقى طري كده مش ناشف. وبعد كده نزلت عليها بربع كوبايه من الميه وسبتها لغايه لما التمر بتاعي يطرى تماما تماما. وهوريكم دلوقتي هيتحول لايه. هيطرى خالص كده وهيبقى ناعم. تحشي بيه القطايف بيطلع بجد طعمه حلو قوي. احنا ما بنحبش المكسرات. تمام، في القطايف، عشان كده انا بحب احشيها، بنحبها بالتمر ده بيبقى طعمها لذيذ جدا. فهحضر الحشوة. طبعا بيبقى زي ما بقولك اللي متوفر عندك احشيه. ممكن تعمليها زي قرطاس كده
وبتحشيها تعمليها زي القرطاس كده وتحطيها في الفريزر، طلعيها اقليها واحشيها برضو كريم شانتيه، قشطه، اي حاجه عندك، شوكولاته. خلاص هي بدات اهي تنعم معايا، شايفين نعمت ازاي؟ طبعا معايا شوكه، ببتدي اهرس فيها كده بالراحه خالص مع التقليب المستمر طبعا عشان خاطر ما تتحرقش منك من ناحيه او تنشف منك. تمام. خلاص كده انا هطفي عليها، هي كده تمام وجاهزه معايا. هحطها بقى في بوله عشان تبرد تماما على ما اسوي القطايف بتاعتي. كده خلصنا معانا عجينه القطايف وخلصنا الحشوه. حطيتها في بوله زي كده عشان خاطر تبرد. طبعا انا مش هسوي معاكم المره دي، انا هفرزها بس معاكم، بس هسويها معاكم ان شاء الله في رمضان. بنحطها في الفريزر وبنطلعها قبل ما تستوي، قبل ما تقليها يعني بتاع بنص ساعه كده او بربع ساعه، بتطلعيها تحطيها على الرخامه. بعديها كده بربع ساعه نص ساعه بتقليها في زيت غزير، لما تاخد لون ذهبي كده من ناحيتين خلاص بتطلعيها، بتكون عامله السيرم بتاعك. السيرم بتاعك عباره عن كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عليهم نص ليمونه وفانيليا، بس كده. شايفين الفقاقيع الصغيره دي؟ انا مش عارفه الكاميرا مبينه ولا لا، بس هي مش مبينه بصراحه الكاميرا. ما تسيبهاش تخمر عن كده، لو سبتيها تخمر عن كده طعم الخميره هيبان ومش هتبقى مظبوطه معاكي، مش هتبقى ناجحه معاكي. خلاص كده. بعد كده هقلبها كويس قوي بالمضرب. لازم اعمل الخمر ده، اطلع الخمر اللي فيها اللي هي خمرته، بس كده. بعد كده هفضيها في شفشق براحتك خالص بقى. يا اما تسوي في الشفشق يا اما زي ما انا هعمل، انا فضيتها في الشفشق بصراحه بس سويت بالمغرفه. ليه سويت بالمغرفه؟ عشان انا الشفشق مش هتحكم في المقاس اللي عايزاه بالظبط، يعني ممكن واحده تطلع كبيره مني، ممكن واحده تطلع صغيره، فانا بالكبشه هتحكم في المقاس يطلع قريب من بعض قوي او زي بعض. تمام. هنا طاسه على النار، سبتها تسخن تماما وما دهنتهاش اي حاجه، بس اهم حاجه الطاسه بتاعتك ما تكونش بتلزق. جبت الكبشه بقى وحطيت فيها الخليط وابتديت اصب بالطريقه دي، ما بحركهاش خالص لغايه لما العجينه اللي على الوش دي، شايفين الفقاقيع كده يعني بدات ان هي تبان ان هي ناجحه معايا. ما اقربها لهاش خالص لغايه لما العجينه اللي على الوش دي ان هي تختفي، هتستوي يعني، وخلاص على كده بتبقى خلاص استوت. طبعا النار الاول خالص بتسخني الطاسه كويس جدا، بعد كده بتهدي النار، بتخليها النار وسط. تمام. ما تخليهاش عاليه عشان خاطر ما تتحرقش منك. هنا خلاص القطايف اول دور كده طلعته. هعمل معاكم تاني برضو عشان اوريكم. انا اهو بصب عشان كده بقول لكم بالكبشه الصغيره بتاعتي دي انا بتحكم في الحجم، يعني تحسوا الحجم قريب من بعض جدا. لكن لو صبيت بالشفشق ممكن ايدي مثلا تصب زياده، العجينه تطلع تخينه، العجينه مثلا القطايف بتاعتي تطلع كبيره. ففي ناس بتتحكم، في ناس لا. انا بصراحه بتحكم اكتر بالكبشه، فبحب اعملها جدا 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 بالكبشه. هنا كان دي برضو الطاسه الدور ده استوى برضو. طبعا في شويه حمروا زياده في الاخر خالص، هتشوفوها وانا بحشيها في شويه كده محمرين زياده. عادي خالص، الطاسه لما بتكون حاميه قوي في اخر شويه حمروا شويه، يعني حمروا زياده عن اللي انا عملتهم في الاول. تمام. ليه بقى؟ الطاسه سخنت جدا 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 معايا، فعشان كده اخدت اللسعه البسيطه دي من تحت، بس طعمها برضو عادي خالص. هتحمريها في الزيت وهتطلع جميله جدا برضو، ما تقلقوش يعني. عملت معاكم كذا دور اهو عشان برضو اوريكم انا بصب ازاي، والنتيجه ما بتحركهاش خالص غير لما العجينه، شايفين العجينه اللي على الوش دي تختفي تماما. هي كده خلاص. انا بحاول احركها كده، بس كده هي استوت اهي، شايفين حلوه جدا. وطبعا بتطلعيها على فوطه، لازم تطلعيها على طول على فوطه وتغطيها عشان تبقى طريه معاكي ما تنشفش. بعد كده دي الكميه بقى بتاعتي كلها خلصت. جبت بقى يعني شلت الفوطه من عليها، طريه جدا 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 وجميله قوي. وابتديت احشي بقى البلح بتاعي. لازم عشان تفرزيها لازم تحشيها، يعني ما ينفعش ان انت تفرزيها كده اهو عجينه بس كده مفروده
وتطلعيها تحشيها. مش هتتحشي مش هتقفل معاكي، لازم تحشيها. من اما تحشيها مكسرات، تحشيها زي ما انا هحشيها، تحشيها اي حاجه، جبن، ممكن تعمليها فاضيه، تعمليها قرطاس فاضي كده بس تقفليها على شكل قرطاس، وحطيها برده في اطباق فل كده وغلفيها، حطيها في الفريزر. مع اهم حاجه ان انت تقفليها، لو ما قفلتهاش مش هتعرفي تقفليها بعد ما تطلعيها من الفريزر. تمام. يعني زي ما قلت لك، لو انت مثلا حابه تحشيها قشطه او كريم شانتيه او شوكولاته بس عايزه تعمليها زي قرطاس، خلاص تمام، قفليها زي قرطاس، قفليه العجينه كده على شكل قرطاس، وحطيها في الاطباق بتاعتك او في العلب بتاعتك، وحطيها في الفريزر، وطلعيها قليها وبعد كده احشيها، مفيش اي مشكله خالص. وانا عملتها السنه اللي فاتت بجد والله العظيم، تاني لما طلعتها وقالتها عامله زي ما اكون انا شارياها من بره واحلى كمان. يعني انا حاسه العجينه مخدومه في البيت اكتر، طعمها حلو قوي. عشان كده قلت لك لبن بودره اختياري، لبن بودره بيعزز طعمها. تمام. هنا بقى ابتديت اقفل وابتديت اعمل شكل كده، بعد ما بقفل بالشوكه بيديها شكل حلو قوي. آه انا عملت السنه اللي فاتت ضفت لها دقيق سميد، كان طعمها حلو جدا برضو وجميله. ايه الفرق بينهم بقى؟ الفرق بينهم ان هي دي اقتصاديه، وغير كده اكيد بتوع المحلات ما بيحطوش سميد يعني. تمام، بيعملوها بالطريقه دي بالميه وكده. حسيت ان دي احلى. ليه؟ حسيت ان دي فيها طراوه وبتلزق بسرعه معايا، طريه حلوه، حتى طعمها كان لذيذ قوي. عايزه اقول لكم ان انت لو اكلتيها نيه كده يعني من غير ما تحمريها، بجد طعمها اصلا طعم العجينه حلو مخدوم. بس كده اهو، شويه دول بقى اللي انا بقول لكم حمروا زياده معايا، بس الكاميرا طبعا مغمقاهم قوي، هم ما كانوش غامقين قوي كده. بصراحه هم يعني حمروا زياده معايا في الاخر خالص لما الطاسه سخنت معايا جدا. خلاص. هنا بقى رصيت كده في طبقين، طبعا على حسب، ممكن تحطي في اقل من كده. انا ممكن ما اخدش الطبق كله، ممكن اخد نص الطبق، بس انا حبيت احطه في طبقين عشان خاطر الفريزر معايا ياخد مكان، عشان ما ياخدش مكان معايا في الفريزر يعني. تمام. خلاص كده. وبعد كده هغلفهم بقى بالستريتش راب، وهحطهم في الفريزر زي ما قلت لكم. بتطلعوهم وقبل ما تسويهم تقليهم بربع ساعة نص ساعة، بعد كده بتقليها في زيت غزير وتطلعيها تحطي عليها سيرم، وبعد كده بتقدميها بألف هنا وشفا. السيرم مقاديره كل كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص من المية، عليهم نص ليمونة، عليهم فانيليا. تمام. بس يبرد طبعا، السيرم بيبقى بارد والشربات يعني بيبقى بارد، والقطايف بتبقى سخنة. وبألف هنا وشفا. جربوا الطريقة دي، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. جربوا الطريقة دي، وقولوا لي برضو رأيكم في التعليقات، وقولوا لي استفدتوا من الفيديو ولا ايه، وقولوا لي برضو حابين اعمل لكم فيديوهات ايه الفترة الجاية. واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد.